أهلا بكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. تعالوا نشوف النهارده في فك بلوك ليكم قريب ولا لا. يعني الناس اللي ليها بلوكات واللي معمول لها بلوكات، في فك بلوك ولا لا؟ يلا بينا. معانا قرايتين، القرايه الاولى والقرايه الثانيه، المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. المجموعه الاولى معانا بالحجر الجميل ده الابيض معرق بالذهبي، والمجموعة التانية بالحجر دوت البني. طاقته حلوة برضو، الطاقات حلوة بتاعتهم النهاردة قوي. حط طاقتك على الحجر اللي يعجبك. ومعايا سؤال النهاردة برضو، عايز أعرف كده، يا ريت تردوا عليا في الكومنتات في السؤال دوت. الست اللي عايزة يعني تخلي الراجل يحبها وتكسب قلبه تعمل ايه؟ يا ريت نردوا على بعض في السؤال دوت، يعني ردوا عليا في التعليقات. الست اللي عايزة الراجل يحبها أكتر تعمل ايه؟ من كتر ما احنا بنردوا على بعض ممكن انا استفاد من رد واحده كاتباه او كومنت تعليق وحد بيرد كده ايا كان. انا استفاد بدل ما انا ببوظ العلاقه باسلوب معين، ممكن اعدل الاسلوب دوت. احنا بنفيد بعض يا جماعه وبنستفاد من بعض. فاللي عايزه تكسب قلب الراجل وعقله تعمل ايه؟ ده كان سؤالنا النهارده، ويلا بينا علشان نبدا قرايتنا. يلا بينا. في فك بلوك ليكوا قريب ولا لا؟ اصحاب المجموعه الاولى. هو اول حاجه بيقول لي انا لسه ماسك على مشاعري، بيقول لي لحد دلوقتي. نكمل برضو، نكمل. ماشي. هو شخص بيقول لي انا ماسك على مشاعري، مش عايزه ابوح ان انا هفك البلوك ولا لا. بس انا طبعا مش سايباه، انا عماله اجيب واديه. آه، هيتفك بس مش في الوقت الحالي. في فك بلوك بينكم بس لسه شويه لسه شويه قدامنا. لان هو لسه نفسيا تعبان وعقله بيفكر في مشاكل كتير كانت بينكم، وهو مش مؤهل لحد دلوقتي. بالرغم ان هو بيبعت لك تخاطر، بالرغم ان هو بيفكر فيكي وعارف ان انت حد طيب قوي وحد حنين قوي. وهنا برضو بيأكد لنا تاني انت حد طيب والحب كله عندك وكاسات الحب كلها عندك. بيقول لك انا مش عارف اتاخر، يعني مش عارف انساكي ومش قادر ابعد عنك. بيقول لك برضو هنا احنا نفسنا نفوق ونطلع من الهم اللي احنا كنا فيه، من الموت اللي احنا كنا فيه، ونطلع ونفوق نفك بقى حياتنا ونطلع من الخنقه. هيتفك بلوك، هيتفك بلوك بعد فتره قريبه، يعني مش فتره بعيده، بس في فتره. يعني في فك بلوك، مش هيتفك خالص. لا، احنا قدامنا في قدام قرايه فيها فك بلوك، بس لما هو يبدا يحن علينا ويقول لنا ان هو كاتم على مشاعره، وفي حاجات لسه يعني خفيها، مش عايز يبوح لنا بيها اكتر من كده. بس هو عطانا نبذه. انا هفك البلوك بس قدامي شويه. تمام. بيقول لك برضو نفسيته تعبانه ويومه مش بيكتمل غير بيك وتعبان نفسيا. بس هو برضو مش عايز يبوح بكل اللي عنده. وهو صرح لي وعطاني سر كده، قسما بالله ده اللي بيحصل في القرايات، ان هو عطاني كده ان انا هفك البلوك بس قدامي حاجه، بس وقت صغير على فكره مش وقت كبير. دي القرايه الاولى، هيفك بلوك، في فك بلوك بس قدامكم وقت ومش كبير. يعني لو عايزين اجابه مختصره، في فك بلوك قدامكم وقت مش كبير. القرايه الثانيه، يلا بينا عشان وقت الفيديو. في فك بلوك لاصحاب المجموعه الثانيه. اصحاب المجموعه الاولى في فك بلوك بس مش في الوقت الحالي، بس برضو الفتره مش كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. في فك بلوك برضو للمجموعة الأولى التانية ولا إيه؟ يلا بينا نعرف. برضو المجموعة التانية نفس الفكرة. في فك بلوك برضو بس في فك بلوك بس مش في الوقت الحالي، في انتظار معين، في وقت معين، في وقت مناسب هيتفك البلوك. في وقت معين هيتفك في البلوك. برضو بيختار وقت مناسب، بيتوازن عشان بيختار وقت مناسب هيفك البلوك فيه. بص، كروت التوازن طالعة جنب بعض، وكروت الاعتدال وكروت اللي انا بتوازن مع نفسي وبختار مع نفسي. يعني معناها انا هفك بلوك بس مش في الوقت الحالي، اتقلي عليا شويه. عجله الحظ هتلف بينكم وهتفك البلوك. تمام. وهيجي لك فعلا وهيتكلم معاك وهيقدم لك كاس الحب، بس بعد ما يتفك البلوك. بس ايه اللي مخلي البلوك او ايه الدنيا بسبب البلوك؟ ما تزعلوش مني، في طرف ثالث. يعني في ناس، مش كله عشان ما نزعلش. في ناس عندها طرف ثالث، او في ناس في علاقه كده واخداه مزغلله شويه، بس راجع هو راجع هو جاي.
جاي، بدليل ان هو بيقول لك انا عايز الميه تروق وترجع تاني لمجاريها، ونعرفوا نشرب الميه العذبه والنجمه ودنيا جديده بينا. وبيراقبك وبيبص عليك، بس بيقول لك في وقت مناسب. بصي السفن بيبص عليها، عايز يركب سفينه معينه بس مستني الوقت المناسب عشان يروحها. فاحنا في فك بلوك بس معانا وقت مناسب، والوقت برضو ان شاء الله مش بعيد باذن الله. مش ما هقول لك لا ما فيش فك بلوك نهائي، لا لا لا، في فك بلوك بس معانا وقتنا. وربنا يا رب يهدي لكم حالكم. وطبعا اللي حابب قرايه خاصه يتواصل معايا. وطبعا عايزاكم تردوا لي على السؤال اللي انا قلته لكم. لو عايزه تكسبي الراجل تعملي ايه، عايزه الراجل يحبك تعملي ايه. نردوا على بعض كده، واحنا هنعمله ان شاء الله حلقه خاصه للموضوع ده. وصحيح كنت عايزه اسالكم ان شاء الله لو نعمله لايف، شوفوا ايه رايكم في موضوع اللايف اللي احنا نطلعوا لايف مع بعض. اكدوا عليا على الموضوع دوت، عشان لو ان شاء الله كده هنشوفوا وقت معين هنوه عنه، وان شاء الله نكونوا مع بعض كده، وتسالوا اسئلتكم اللي انتوا عايزينها، وارد عليكم في اللايف كده ان شاء الله يكون الرد مباشر. وربنا يصلح حالكم طبعا، واشوفكم على خير.